بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ما ننساش ندعي لأهالينا في فلسطين، اللهم نصرك العزيز المبين، اللهم آمين يا رب العالمين. أنا هقول كلمتين وعلى الماشي في 3 دقايق بالظبط. بقترح اقتراح كده من الخيال، وبتوقع أو أتمنى إن السيد كولر، السيد أو مستر مارسيل كولر، يلعب بالتشكيل اللي هيقول عليه مثلا العبد الغلبان الحاج أحمد، وشوف إيه رأيكم وتعلقوا معانا برضو نشوف رأي حضراتكم هيكون متوافق أو موافق على هذا التشكيل، أو في ندخل واحد مكان واحد أو حاجة زي كده. نتكلم مع بعض على السريع بإذن الله. أنا أتمنى من كولر انه يبتدي بهذا التشكيل، هيكون تشكيل هجومي ضاغط للمكسب وليس الا للمكسب، وفي لعيبه لازم تبتدي بيها لانك محتاج تكسب الشوط الاول. ما نضمنش لو عدينا الشوط الاول 0-0 لا قدر الله جه فينا هدف او حاجه، لا قدر الله ما تحصلش باذن الله. يوم السبت 25 مايو الساعة 8 على أرض استاد القاهرة مباراة التتويج بين الأهلي والترجي. طيب إيه يا عم أحمد؟ أقول لحضرتك شوبير لا خلاف عليه، ده 100% هيبقى موجود، لأن شوبير سبب رئيسي وأساسي إن إحنا وصلنا للنهائي وكملنا قولا واحدا، لا تطبيل ولا تزمير. الواحد بيقول الحق ويدي لكل واحد حقه بما يرضي الله. تمام. انا نفسي بقى تغيير محمد هاني، مش عشان محمد هاني وحش، لا لا، انا بحب محمد هاني جدا جدا، انما انا عايز يحط اكرم توفيق باك يمين. اكرم توفيق باك يمين، وهاني يستنى شويه يريح شويه، جنبيه رامي، جنبيه منعم. الباك الشمال عنده خيارين، طبعا هو ممكن بنسبة كبيرة جدا يلعب كريم فؤاد، لأن الراجل لعب هناك في تونس وعرف النظام ايه وشكل ايه واللاعيبة اللي لعبت عليه ايه، وهو كريم يستحق. كريم فؤاد صاحب ال3 رئات، نسخة من مروان عطية، ربنا يحرسهم ويحميهم. ممكن يكون ده تفكير كولر، يقول لك اللي لعبت به اكسبه، الواد نزل وعمل شوط حلو وماشي حاله. او كوكا، كوكا لعيب اشول ولعيب مهاري وطويل، ودي بتفرق، وطويل شاب. ما طبعا كريم شاب وهو شاب ما بتفرقش كتير، وعنده تاكلينج وعنده ثقة في نفسه زايدة جدا جدا. فأنا كنت أأيد كوكا، لكن كوكا وكريم فؤاد لا خلاف عليهم، أي واحد فيهم يسد. لكن هاني أنا من رأيي يلعب أكرم توفيق مكان هاني. أكرم عنده شوية عنده التاكلينج المحترم، وعنده يعني البدني عالي إلى حد ما عن هاني. طيب نروح لمنطقة المناورات، منطقة العمليات اللي هيمتلكها الفريق، اللي هيمتلك نص الملعب. أي فريق يمتلك نص الملعب هيستحوذ على الكورة وهيمتلك الملعب كله وهيبقى مطمن. عايز قفشة يلعب من بداية المباراة، ومعاه مروان وإمام عاشور. إمام بيطلع وقفشة أستاذ القسطة بتاع الملعب، السواق، القسط زي فاروق جعفر زمان كده، السواق زي الله يرحمه في النادي الأهلي صفوت عبد الحليم. في نوعيات كده ما تستغناش عنها في المباريات الكبيرة، زي قفشة، تمريرة 2 يخلصوا لك المباراة، وهو بيهدى على الكورة ويمتص الكورة وهات وخد على الأرض، بينرفز اللي قدامه وبيعرف يلقط يا عليا يا من تحت يا من هنا يا من هنا. هيساعده
إمام عاشور بجهده بالبدن العالي مع تمريرة من أفشل إمام تصويبة من خارج الصندوق. وأنا كتبت منشور بهذا يعني بهذا المفهوم. قلت دي مش عايزة مباراة للترجي، مش محتاجة انك انت لازم تقفل المساحات نهائي. وانا عشان كده عايز العب اكرم توفيق باك يمين، ما تديلهمش مساحة 5 سم والكرة تبقى معاك على طول، تفقدها تروح لها تاني. اوعى تديهم حرية الحركة وحرية التمرير على الارض ابدا. نفقد الكرة لازم ناخدها على طول، نستلم الكرة على الارض. وده اللي هينفذه قفشه في نص الملعب مع التحرك، امام رايح جاي يمين وشمال والتصوير، مع مروان عطيه للتغطيه على حسين الشحات او رضا سليم اللي يلعبوا، هيبقى واخدها في نص الملعب يمين وشمال. حد طلع مروان وراه، حد طلع يمين مروان وراه، يبقى احنا كده الثلاثه اللي في النص مروان وامام وقفشه. وقفشه مهم جدا، اتمنى، لان ده مباراه نهائي مفيش فيها تعويض. مش هنلعب تاني ماتش تاني تعادلنا ماشي اي نعم وخير وبركه، لانها نتيجه مخادعه وصعب جدا المباراه. اوعى حد يستسهل المباراه ويقول لك احنا على ارضنا وفي وسط جمهورنا وتمام التمام، بس دي كوره اللي هيحترمها هتديه، واللي ينفذ اللي يقول عليه المدير الفني هو اللي هيعدي. وان شاء الله الاهلي قد التحدي وهيعدي. وعلى الاميره السمراء هناخدها ان شاء الله وجاري على التتش باذنك انت يا رب مشيئه الرحمن. طيب خلصنا من نص الملعب. حسين الشحات وجوده مهم. تاو بقاله 3-4 ماتشات ما هوش تاو خالص، عادي جدا يقعد. دي ما فيش فيها يما ارحميني نهائي. يلعب مكانه مين؟ رضا سليم. احنا مبسوطين جدا جدا بعودة احمد عبد القادر، واحنا عارفين 100% انه يشاركوا، بس ما يبتديش بيه، يبتدي بالشحات ورضا سليم، ونشوف ايه حكايه الشوط الاول وايه النظام وهو موجود. لا قدر الله حد خد كارت، لا قدر الله حد اتصاب، لا قدر الله ما احنا شفنا معلول في اول 8 دقايق وفي بلده ومن ناسه، وربنا يشفيه ويعافيه ويعود بألف سلامة إن شاء الله. فعبد القادر ورقة بره رابحة جدا، إما مكان الشحات أو رضا سليم اللي هيبدأوا. ما يبدأش بتاو أبدا، تاو واقع بدنيا، ولا ما يبدأش تاو من الآخر. عندك في المهاجم الصريح أو رأس الحربة الصريح للنادي الأهلي أبو علي، وسام أبو علي، ومعاه مين؟ كهربا. يبدا بوسام ابو علي ونسيب كهربا شويه، وممكن يعملها في الشوط الثاني وينزل كهربا مع وسام او موديست عادي. ليه لا؟ الناس عماله تقول موديست موديست، ممكن موديست اللي يجيب لنا الكاس. موديست اللي احنا عمالين مسلمينه لشلبوك ابو قصه وشلبوك ابو باروكه اللي بينتف النتاف. احنا كجمهور اهلي لما نتريق على موديست احنا بنسلمه للاعلام الفاسد الفاجر العاهر شلبوكة وغيره. مش وقته، احنا ورانا مباراة. كل الكلام انا زدت عن ال3 دقايق مش مشكلة بقى، كل الدعم والمساندة والكلام عن المباراة فقط، ما نستسهلهاش. لازم نعرف كويس قوي نوصل للاعيبة ان المباراة صعبة جدا، وهم عارفين، هم عارفين كويس جدا. شايف ده ياقوت افندي اللي ورايا ده، الولا عطيه، مروان عطيه، ده ياقوت افندي، حته كده من الياقوت والالماس في نص الملعب، ربنا يبارك فيهم جميعا. فاحنا قلنا التشكيل يعني انا عايز الرد، يا ترى التشكيل مناسب ولا مش مناسب؟ وكهربا يبقى ايه؟ ورقه رابحه مع عبد القادر مع نتمنى بمشيئة الرحمن انها تكون اهلوية مصرية، ال 12 اهلوية مصرية باذن الله. سلام.